عزيزي المتابع، في ناس كانوا مجتهدين حالهم في الموسم الكروي بيكسب الكرة الذهبية، وفي ناس كمان يا جماعة الخير كانوا مش مجتهدين حالهم بيكسبوا الكرة الذهبية. آخر إشي يا جماعة الخير، الفيفا راح يختاروا 4 أشخاص عشان يكونوا مرشحين للكرة الذهبية. هاي السنة أنا بتوقع راح يختار رافينا ومبابي وديمبلي ويميل يامال. آخر إشي بضلهم يدوروا بعدين يختاروا شخص واحد يفوز في الكرة الذهبية. اليوم يا جماعة الخير راح أعطيكم 10 مرشحين للكرة الذهبية في هذا الموسم 2025. فلا يا جماعة الخير تنسى تحط اللايك والاشتراك وبس. خلينا نبلش. العاشر يا جماعة الخير هو لوتارو مارتينيز اللي صعد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا هو انتر ميلان، بس ما سووا إشي بالنهائي، خسروا 5-0. والتاسع هو نونو مينديش الصخرة الدفاعية. الثامن هو فينيسيو جونيور اللي لازم يستحقها شوي، راحت عليه 2024، لازم يستحقها في 2024. والسابع هو أشرف حكيمي المدافع اللي بيلعب لك خط وسط هجوم دفاع حارس، شوي بده يصير مدرب يا جماعة الخير، اللي ما شاء الله فاز بدوري أبطال أوروبا ما شاء الله عليه. السادس هو فرس سيليخيا اللي فاز بدوري أبطال أوروبا، البطولة اللي ما حد بيكسبها إلا فريق واحد بس بالسنة مرة. في المركز الخامس هو بيدري خط الوسط الأسطوري اللي بدع مع برشلونة، اللي كسب دوري سوبر الإسباني كلش تقريبا ما شاء الله عليه، وهو كيليان إمبابي اللي سوى أشياء كثير لريال مدريد بس ما كسب إشي معهم، بس والله بيستحق أشياء كثير. إمبابي هو اللي خلى مدريد يفوز بأشياء بس. والمركز الثالث بلشنا في الأساطير. المركز الثالث هو ديمبلي اللي فاز بالكرة الذهبية، اللي فاز يا جماعة الخير بالدوري أبطال أوروبا وصنع كل شيء وخلى فريقه يطلع إلى الأعلى وصنع أسيست في آخر المباريات. والثاني يا جماعة الخير هو رافينيا اللي فوز برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وما فوز بس خلى بنفيكا لما لعبوا في بنفيكا دخل جول في آخر الثواني، عدى المباراة كله. دائما هو بداخل الخمس. والأول اللي هو بيستحق الكرة الذهبية كلكم تعرفوا هو يميل يامال، ملوش مثال. أشو كلكم تحكوا لي أنت ليش بتحكوا كل في ناس بيحكوا بالمر بده يفوز في الكرة الذهبية، واللي بده يحكي لاعب كريستيانو يفوز، ميسي بده يفوز. أي واحد يا جماعة الخير احكوا لي يا جماعة الخير بدكم إياه مين اللي يفوز وبس. يا جماعة الخير اكتبوا لي في التعليقات مين تتوقع يفوز بالكرة الذهبية وبس. يا سطير مع السلامة.